بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله توكل المؤمنين. لسه متفرج من شوية ماتش الإسماعيلي. بصراحة حاجة تحزن يعني. أنا من الناس اللي كنت أحب الإسماعيلي، كرة الإسماعيلي، ولازما رجال أعمال في الإسماعيلية أو الدولة زي ما بتقف مع الزمالك عشان نادي جماهيري تقف برضه مع الإسماعيلي، ما هو نادي جماهيري برضه. يعني ما يبقاش كل الاتجاه والدعم رايح للزمالك بس، ونرجع نقول ايه الإسماعيلي ونلغي الهبوط، لأن لو هبط السنة دي أما بقى من ضمن الأربعة اللي هيهبطهم عمرهم ما هيلغوا الهبوط عشان خاطر عدد الأندية وكده. بالنسبة للتعادل برضو الزمالك مع الجونة، رغم ان الجونة له كورتين في العارضة، بس ده حظ الزمالك. وانا قلت اول موسم اللي الزمالك معاه حظ عوالم صراحة يعني. بس هو سؤال هنا، ولو جون ادوار نجح، تجربته نجحت، انا كده المظلومية تبقى انضربت بتاع الدولة والناس اللي بيهدوا الزمالك والقصة دي. يبقى العيب في أبناء الزمالك، ما بيعرفوش حاجة في الإدارة. لأن الإعلام حتى التحكيم من أول مباراة للزمالك ضد سيراميكا التحكيم معاه. يعني أول ماتش المفروض دونجا ده ينطرد، إنذار في كرة تانية تستحق إنذار وقدام الحكم، بس الحكم عداه. بعدها الزمالك مدرب الزمالك طلع دونجا عشان ما انطردش، قالك الحكم كتر خيره يعني. بعد كده حتى ماتش المصري ضربة جزاء في أول 10 دقايق تركب المصري نفسيا والنتيجة كمان، بس نرجع برضه عادي. حتى الجون بتاعهم الكرة باينة اللي هي من بره، أو أنا قاعد بتفرج أنا وأصحابي، الكرة باينة إن هي أصلا بره. بس هو الفار مع الأهلي حاجة والفار مع الزمالك حاجة تانية خالص. ويرجعوا يقولك أصل احنا بطولاتنا حلال. ده الحلال بالنسبة لهم على العموم يعني. وتاجر المخدرات شايف برضه إن هو حلال نور الشريف قالك لو حلال أدينا بنشربه، لو حرام أدينا بنحرقه. ده مبدأ الزمالك. بس هي بقى الناس اللي ليها فلوس عند الزمالك عشان خاطر الأرض أكتوبر مش أرض أكتوبر. مجلس إدارة الزمالك دلوقتي بقى عامل شبه الريان زمان، بس الريان ادى الفلوس بطاطين. يا ترى بقى الزمالك هيدوم كشري أبو طارق وعدس ورز ومكرونة فلوسهم ولا